السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة لطيفة أمين شانيل. نتمنى هذا الفيديو دائما يلقاكم أحسن الأحوال نتوما والأسرة ديالكم. جيت اليوم معكم بسلو بطريقة جديدة فيه بزاف ديال الإضافات مختلف على السلو ديال العام اللي فات، وكيعطي واحد المذاق اللي هو أكثر من رائع. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. وبالنسبه للزيوت فيه قليله مقارنه مع اللي المؤلفين كنعملوا. عندي مقيله كنوضع فيها كاس ديال الزيت اللي سبق لي قليت فيه اللوز مفسخ اللي غنزين به سلو في الاخير. غادي نضيف عليه 2 كؤوس ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوا الحجم ديال الكؤوس اللي استعملت انا، يعني زايدين واحد شويه على كاس ديال العنبه. كنخلطو مزيان. اهم حاجه في هذه العمليه هذه هي ان خصها بزاف ديال التحريك، ما نوقفوش يدنا في التحريك حيت حنا كنعرفوا بان الدقيق راه شويه كيتكور، يعني خص دائما تبقى تحرك باش ما يتكورش معنا. من الاحسن نستعملوا سباتول. انا استعملت ضرب اليدوي ما ساعدنيش حيت الدقيق كان كيدخل لي في ديك الفجوات هذوك ما كانش مساعدني بزاف، فغادي نستعمل سباتول من بعد. كتستمروا في التحريك حتى كيتخلص ديك الدقيق هذاك من الرطوبه اللي فيه ومن الماء اللي فيه. وانتم كما كتشوفوها هو بدا كيطلق راسو معنا. كنلاحظوا بان اللون ديال الدقيق بدا كيتحمر شويه بشويه. نحاول انا نجرب الفيديو لان جاني طويل بزاف، ميمكنش نشارك معكم فيديو طويل بزاف اليوم. دابا حتى واحد ما بقالو الوقت باش يجلس يشوف الفيديو فيه ساعه مكانه ولا نص ساعه مكانه. هانتوما كما كتشوفوا كان بعد ما استمريت بالتحريك حتى حصلت على هذا اللون هذا الذهبي. حاولوا ما تغمقولوش اللون ديالو باش ما يجيش فيه ديك المذاق ديال المروريه. غير الذهب طفيو عليه وخليوه هو كيزيد يطيب راسو حيت ما كتعرفوا الزيت كيبقى كيشوف برا درجه ديال الغليان. كنغسل. عندي كسر مقله اخرى كنوضع فيها دقيق ديال الزرع ماشي مغربل بالنخاله ديالو. كنحمروه مزيان. ملي كيتحمر لي كنطحنوه في الطحان الكهربائي باش ما كيبقاش ديك الحبيبات ديالو ما كيبقاوش كبارين، وملي كنخلطو سلو ما كيجيش كيقرجر يدا في الطقم ديك النخاله ديالو. عندي كاوكاو دهنته بالزيت حشيته في الفران. عندي نص كيلو ديال اللوز بلدي مدهون حتى هو بزويته ومحمر في الفرن. عندي كيلو ديال الزنجلان محمر حتى هو، وعندي شويه ديال الشوفان، نص كيلو ديال الشوفان حمرته في مقيله مع 2 معالق ديال الزبده حتى كيرجع اللون ديالو ذهبي، وهذا هو كيعطي واحد المذاق مزيون بزاف للسلو وما كيجيش باين فيه بزاف ديال الطحين. عندك النافع وحبه حلاوه حتى هما نقيتهم ومسحتهم بواحد الدريره فازكه ماشي حمرتهم، غير دفيتهم واحد شويه في مقيله. حاولوا باش يحافظوا على اللون ديالهم والمذاق ديالهم، حتى الا تحمروا بزاف كيطلقوا مذاق ديال المروره. من بعد ما طحنت المكونات ديالي كاملين هانتوما كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الزنجلان مطحون نص طحنه، يعني ما مطحونش بزاف ماشي منيل. هنايا ما كاملاش نص كيلو، خديت منها 2 حفنات احتفظت بيهم صحاحين. وهنا يعني نقولوا عندي الشوفان نص كيلو مغربل ومطحون. عندي هنايا 4 كيلو ديال كاوكاو مطحون مزيان. عندي 4 كيلو عفوا ماشي 4 كيلو، نص كيلو ديال الزنجلان اللي هو مطحون مزيان حتى خرج الزيت ديالو. عندي اللوز هزيت منه واحد حفينه، قلت باش نخليها غادي نعملها مهرمشه وطحنته البقيه طحنتها. هنايا عندنا الدقيق من بعد ما طحناه هو نزلته في الاناء اللي غادي نخلط فيه، وغادي نضيف عليه المكونات. الزنجلان عندنا يعني الزنجلان حنايا كنقسموه على حساب اللي كنبغيو حنايا. يعني نتوما الا ما كيعجبكمش سلو يكون
مقلس بزاف او لا كيلصق في الطقم، يعني يمكن لكم ما تطحنوش الزنجلان بزاف، ولكن من الاحسن يعني الا بغيتو تعملوا كميه ديال الزيوت اقل، من الاحسن طحنوا، تاخذوا واحد النسبه اللي من اللوز من الكاوكاو ومن الزنجلان، طحنوهم مزيان حتى تلقوا الزيوت ديالهم باش يعاونوكم تجمعوا المقادير ديالكم بلا ما تضيفوا بزاف د الزيوت. غادي نحتاج 3 معالق د النافع و 3 معالق ديال حبه حلاوه اللي حتى هما غربلتهم مزيان. بالنسبه لنا معلقه، انا عندي معلقه متوسطه، الا نتوما عندكم معلقه كبيره على ديالي يمكن لكم تكتفيو بجوج معالق كبارين معمرين. غادي نحتاج نغربل 2 معالق ديال قرفه، حيت القرفه ما مطحوناش مزيان، على حسب مطحونه في البيت ما مطحوناش مزيان، يعني كتحتاج انا نغربلها. وغادي نضيف دقيق ديال الشوفان وزنجلان اللي طحنات خفافين. نتوما كما كتشوفوا الزنجلان باين فيه الحبات باقي صحاحين، يعني ما منيلش مزيان. الشوفان ضروري غنبلوه باش ما يبقاش بديك النخاله ديالو ما غاديش مزيونه، يعني من الاحسن ضروري غربلوه كيجي فحال الدقيق العادي. ضروري نضيفوا واحد معلقه صغيره ديال الملحه باش كتوازن لنا الطعم ديال السلو، وفي نفس الوقت كتغنينا على ان نضيفوا بزاف ديال السكريات. نتوما كتعرفوا دابا الانسان كيحاول يبعد شويه على كميه السكريات بالكميه اللي مولفين، كلشي بدا كيحاول يقلل من كميه السكريات، حتى بزاف ديال الامراض كثروا وعندهم علاقه بالسكر الابيض. من بعد ما خلطت هاد العناصر كاملين كنحاول ندلكو، كل ما دلكنا البنات راه كيزيد يطلق الزيت ديالو مزيان، المكونات كتزيد تطلق مع بعضها وديك الدقيق كيتشرب لنا ديك الزيت مزيان، والعناصر كامله كتخلط مع بعضياتها. هنا واحد الاضافه ديال السكر ديال زهره ديال البرتقال باش كيعطينا واحد المذاق بحال ديال المزهر، وكنطحنا مع شويه ديال المسكه حره. مسكه حره ردوا البال البنات لان رجعت كتباع دابا حاليا بزاف المسكه حره اللي هي مغشوشه ماشي اصليه وما فيها لا ريحه لا مذاق وفحال الزاج، يعني ردوا بالكم يجي تشريوها دائما خذوا واحد الطريف مضغوه بين اسنانكم وشوفوا الا كانت كتعلق عرفوها راه اصليه، ولا عطاتكم واحد ديك المذاق ديالها راه نتوما كتعرفوا المذاق ديال المسكه حره وريحتها باينه. غادي نضيف ربع ديال كاس ديال العسل، بعد دفيته واحد شويه في كاسرونه باش يطلق راسو، باش ملي نجي ندهنو حتى هو يزيد يساعد ديك الزيت باش يطلق. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يسلو ينشف لهم من بعد، يعني يحتفظوا به مده طويله، من الاحسن ما تضيفوش العسل، يعني ضيفوا كميه سكر من الاحسن يكون سكر سنيده، طحنوه وغربلوه وضيفوه، وتجنبوا السكر الثقيل لان السكر الثقيل كيكون فيه واحد الكميه ديال النشا فغادي يخسر لكم سلو من بعد، يعني من الاحسن طحنوا سنيده، طحنوها وغربلوها في الدار وضيفوها نسلو ديالكم. غنخلط غنضيف ديك الخليط ديال الدقيق الابيض اللي حمرته في ديك كاس الزيت، غادي نضيفوه على الخليط. هانتوما كما كتشوفوا راه معلك مع العناصر كامله كانت مطحونه مزيان، راه تعلق وطلق الزيت ديالو مزيان. حاولت نعمل شويه ديال التسريع باش ما نطولش عليكم، وتقل كاملين تبارك الله راه كلشي كيعرف كيفاش السلو راه كيتخلط وكيتدلك. فقط بغيت نعطي غير واحد نبدا زعما كيفاش باش نوريكم كيفاش كيطلق الزيت ديالو وصافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيتكور في اليد بكل سهوله، يعني وكل ما خليناه راه كيزيد يطلق الزيوت ديالو. دائما كنفضل انا نعمل سلو قبل رمضان بواحد المده، يعني ما بين 15 يوم هيداك هذا باش كيطلق على خاطرو ديك الزيوت وكيطلقوا ديك النكهات مع بعضهم. هنايا غادي نضيف ديك الزنجلان اللي خليته حبيبات، ماشي ضروري غادي نعطيكم بالنسبه لهاد اللحظه هذه نعطيكم المقادير بالضبط، ولكن كيف ما قلت لكم يعني حفينه ديال اللوز مهرمشه، 2 حفينات ديال الزنجلان صحاحين محمرين وصحاحين،
وانتم كيبقى لكم الاختيار تضيفوا الكميه اللي بغيتو. يعني الا كنتو كتعجبكم كميه الزنجلان كثيره ضيفوا نتوما الكميه اللي نتوما كتفضلوها. انا بالنسبه لي هذه الكميه اللي عملت، حيت انا اصلا عندي كميه قليله، ما عملتش كميه كثيره بزاف. كيف ما سبق لي وريتكم، يعني عندي جوج لايف ديال طحين الزراع مع نص كيلو ديال دقيق ديال الشوفان وجوج كيسان ديال طحين ابيض. النتيجه ها هي البنات كيف ما كتشوفوا. انا زينت بديك اللوز اللي كنت اللي قليته كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو. يعني كتشوفوا نتوما كيفاش كيبرق، راه هو طلق الزيت ديالو. نتوما كتقدموه بالطريقه اللي بغيتو وكتزينوه كيف ما كتفضلوا نتوما. كنتمنى تجربوه وهنا الاعجاب ديالكم. وكيف ما كنقول دائما حاولوا ما تحمروش بزاف ديال المكونات باش ما كيجيش فيه ديك المذاق المروريه، وهذه اهم حاجه. نقصوا شويه من كميه الزيت. نتوما شفتوا كميه قليله الزيت اللي استعملت معاه، وها هو تبارك الله طلق الزيوت ديالو. ما استعملتش الزبده نهائيا، العكس ديال العام اللي فات كنت استعملت شويه الزبده نوازيط باش جمعت بها العجين الخليط. ايوا صافي، هذه هي النتيجه. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.